السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ محشيه بطريقه حلوه جدا. انا هجيب كده فرختين بلدي واغسلهم كويس وابدا ان انا اتبلهم ببصل وملح وفلفل وليمون، مش اكتر من كده يا جماعه. وابدا امسك الفراخ زي ما انتم شايفينها كده من تحت جلدها، انا فاتحه الفراخ كويس جدا ومسلكاها حلو قوي بين الجلد واللحم، مسلكاها خالص. وابدا ان انا اتبلها بالخلطه بتاعتي دي حلوه قوي. وفي الاخر ارش لها رشه فلفل اسمر كده واسيبها في التتبيله فتره طويله على قد ما تقدري. بعد كده هسلق الفراخ معايا، هحط الميه، احط فيها ورق لورا، وهحط اللهم صل على سيدنا محمد فلفل اسمر وملح وطماطم، واسيبهم يغلوا كويس جدا. وبعد كده اسلق الفراخ بالطريقه اللي احنا عارفينها. انا هحشي الفراخ دلوقتي يا جماعه بطريقه سهله وبسيطه ومختلفه جدا عن اللي احنا عارفينها. بعد كده دي حشوه الفراخ بقى، هبدا ان انا اجيب بصلايه كده وابدا احمرها على البوتاجاز كويس جدا. كده الميه غليت معايا اهي، هسقط الفراخ قدامكم. اهم حاجه يا جماعه الميه تغلي كويس جدا عشان ما تعملش ريم. هبدأ بعد كده امسك البصل بعد ما اتحمر حلو قوي، اجيب نص كيلو رز مصري وابدأ ان انا اغسله واصفيه حلو واحطه على على البصل. وابدأ احط التوابل دي يا جماعة فظيعة. انا كنت جايباها من مرسى مطروح، بس توابل اصلية، بصوا شوية منها فظيعة حلوة جدا جدا. بعد كده مرة تانية اقول لكم التوابل دي عبارة عن ايه. وكده الرز قلبته كويس جدا وشوحته في قلب بعضه. وبعد كده مهم جدا يا جماعة الخطوة ديت. وبعد كده هسقيه بمية سخنة واسيبه بعد كده، او بعد اول غلوة اسيبه على البوتاجاز يتشرب. هاجي بقى كده اجيب طاسة على البوتاجاز واحط فيها شوية من السمنة، وابدأ انزل بالقوانص اللي عندي كلها. وبعد كده انزل بالكبدة، وبعد كده الملح والتوابل بتاعتي والفلفل واقلبهم كويس. انا هسوي الفراخ على الاخر عشان تبقوا عارفين، وهسوي الرز سوا كامل جدا كأننا خلاص هناكله. يعني كل حاجة هتستوي لغاية الاخر، والكبد والقوانص نفس الكلام. بعد كده هجيب الرز بعد ما استوى خالص، هبدأ احطه على الكبد والقوانص وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا. بعد كده هحشي الفراخ. بصوا يا جماعة، كل حاجة أنا سويتها لوحدها، لأن معروف إن الفراخ لما بحشيها وهي نية واحطها عشان تستوي، يكون الرز ني والفراخ نية، بلاقي الفراخ استوت والاقي الرز كده في قلب الفرخة من جوه ما استواش، او الاقي الجلد اتقطع بتاعها. فالمهم بتبقى مش مظبوطة خالص. فانا قررت ان انا اسوي الفراخ الاول وبعد كده ابدا احشيها. بصوا حتى مكان ما انا مفتحه الفراخ كويس جدا، بصوا الرز بيدخل معايا بمنتهى السهوله بمعلقه كده، وابدا ان انا اخد الرز وافرده كده لجوه. جميله جدا. هبدا بعد كده بقى اعمل الخلطه الحلوه اللي هتديني لون حلو قوي ليها، اللي هو عباره عن كاتشب وزيت ودبس رمان وعصير ليمون وشويه فلفل اسمر. هبدا ان انا اقلبهم في بعض حلو قوي وادهن بيهم الفراخ. يا جماعه جربوا الطريقه دي للفراخ للبط لاي حاجه، حتى لو عايزه تحشي بط، تحشي ديك رومي، تحشي فراخ، بالطريقه دي حلوه جدا وبالدهان ده حلو قوي. وادخلها الفرن هتطلع في منتهى الجمال. وبقيت الرز ان انا يعني هجيب الرز احطه في صينيه كده، بقيت الرز اللي هيبقى واحط الفراخ.